السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد هنعمل فيه مع بعض مشروب تحفة جدا ومنعش جدا. انتوا هتستغربوه وهتستغربوا ان المكونين دولت ازاي معمولين مع بعض، بس عايزه اقول لكم طعمه وهم جدا. والله بجد طعمه حلو قوي قوي قوي، وهيعجب اي حد هيشربه منك. وطبعا عشان خاطر الجو حر لازم نعمل اي حاجه كده تنعشنا. تابعوني في الفيديو دوت علشان خاطر تعرفوا انا الطريقة عملتها ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى منك انك انتي تعملي لايك، ولو انتي اول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بتاعه. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنا يا بنات انا معايا هنا كوباية من اللبن دوت، لبن حليب عادي. ومعايا هنا دي كوباية من المية، كوباية اللبن نفس مقدار كوباية المية. ومعايا هنا 3 ليمونات. اول حاجة بقى هجيب الخلاط بتاعي وهحط الليمون كده. انا عايزة الليمون بتاعي دوت يكون من غير بذر، فعلشان كده هجيب صفاية كده وهعصر عليها الليمون علشان خاطر ما يبقاش فيه بذر. ففي الاول بقى خالص هنزل بكوباية المية. ما ينفعش تنزلي باللبن دلوقتي، لان انت لو نزلتي باللبن دلوقتي هيقطع منك. فهتنزلي كده بكوباية المية، وبعد كده هتجيبي صفاية وتقومي عصرة الليمون بتاعك دوت وتصفيه خالص. انا مش عايزة اي شوائب ولا اي بذر في الليمون، علشان خاطر البذر دوت لما بتنسيه كده وبتضربي العصير معاكي بيطلع معاكي مزز كده، والعصير بيبقى مر ومش حلو. فلازم تتلاشي الحاجات دي. انا هنا كده خلاص عصرت الليمون كله. طبعا هنا كده خلاص حطيت المية وحطيت الليمون. هنزل بقى بالسكر بتاعي. السكر ده بقى على حسب الرغبة، لو انت بتحبي الليمون بتاعك مسكر بتكتري سكر، لو انت بتحبيه دلع بتقللي سكر. انت بقى بتدوقي العصير بتاعك وتشوفيه التسكيرة بتاعته كده حلوة ولا هو عايز كده تاني. وبعد كده بقى هقوم واخدة كل الكلام ده كله، الخليط بتاعي دوت اللي هو السكر والليمون والمية، وهضربهم في الخلاط كويس جدا. انا عايزة السكر والليمون يدوبوا مع بعض. هنا كده خلاص ضربتهم كده كويس في الخلاط. هبتدي بقى انزل بكوباية اللبن وهكمل ضرب تاني برضو في الخلاط وهضربهم برضو كويس جدا. العصير دوت يا بنات ما بيتركنش، لان انت لو ركنتيه اللبن بيقطع معاكي، بتعمليه وتشربيه كده على طول. وعايزه اقول لكم بجد طعمه تحفه جدا والله، يعني انتوا هتستغربوا ان ازاي لبن مع ليمون، بس بجد والله طعمه حلو قوي وبينعش كده واحلى بكتير من الليمون الساده. وهتبتدي بقى انك انت تصبيه في الكوبايات. وينفع برضو لو انت جالك ضيوف وانت ما عندكيش اي حاجه في التلاجة انك انت تعمليها لهم عصير، هتطلعي كام ليمونه كده من التلاجة مع كوبايه لبن مع كوبايه ميه، وهتعملي حاجه شيك كده احلى واجمل من انك انت لو عملتي عصير ليمون كده لوحده، مش بيبقى لطيف الصراحه في الضيوف. فهتعمليه بقى كده وهيبقى زي الفل معاكي. ممكن تجرنشي بقى الكوبايه كده من فوق، تحطي عليها ليمونه كده او اي حاجه تدل على العصير اللي انت عاملاه دوت. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ووصفة العصير دي تكون عجبتكم. متنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.